السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود بن ترك، وفي غموض دلوقتي في مشكلة اللاعب محمود بن تايك، وهل هو يكمل مع الزمالك ولا لا. في عروض دلوقتي بتتعرض عليه من الأهلي وبيراميدز. طب ايه المشكلة دلوقتي؟ في آخر حديث مع وكيل اللاعب محمود بن تايك، وهو يوسف مسعد وكيل اللاعب المغربي، قال ان هم كده كده طبعا محمود بن تايك قدم شكوى وانظر النادي الزمالك وان هم يحترموا التعاقد بتاعه. بن تايك المفروض التعاقد بتاعه لغايه 2028، يعني لسه في 3 سنين. بس بقى المفاجأة اللي فجرها وكيل اللاعب ان العقد بدون اي شروط جزائية. يعني اللاعب لو شاف ان النادي مش ملتزم بالبنود وبالعقود وبالمرتبات اللي المفروض اللاعب ياخدها، من حقه ان هو يفسخ العقد بتاعه وبدون اي شروط جزائية. يعني لو اللاعب قدم للفيفا شكوى ان هو ما بياخدش مستحقاته، من حقه ان هو يفسخ التعاقد، وهيبقى معاه حق ومفيش اي شروط جزائيه في العقد ما بين بن تايك وما بين نادي الزمالك. ودي حاجه غريبه، ازاي تعمل عقد بين لاعب ومفيش شرط جزائي؟ طب افرض اللاعب فسخ التعاقد دلوقتي، افرض اللاعب اتحجج اتلكك اي حوار، انت هتعمل ايه؟ حاجه غريبه والله. طبعا اللاعب في تفاوضات معاه بين الاهلي وبين الزمالك، من الاهلي وبيراميدز كتير. وبن تايك طبعا مستاء من النادي بسبب انه ما بياخدش، ان الزمالك مش ملتزم بعقوده ومش ملتزم بالبنود اللي مكتوبه في العقد، ومش بيدفع للعيبه مرتبات، واللاعب بقاله فتره ما خدش مستحقاته كامله، وهو عارف ان لسه فاضل 3 سنين هيبقى في الغم ده والوش ده. فاللاعب هيتمسك بالانذار وبالقضيه ان هو يفسخ التعاقد ويروح لاي انديه من الانديه المستقره ماديا. وهو لاعب كويس، الاهلي هيبقى محتاجه وبيراميدز برضه محتاجه. فلو الزمالك ما حاولش ان هو يسيستم اللاعب ويهندل معاه، فبنسبه كبيره اللاعب ده يا هنشوفه في الاهلي يا اما في بيراميدز. اتمنى لو المعلومات اللي انا قلتها لك دي فادتك، فيا ريت يعني ما تبخلش علينا باللايك واشترك في القناه عشان تتابع معنا كل جديد. سلام.